هلو، هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 قد الدنيا دي كلها. انا اسفه لكل واحد فيكم ما بعملش فيديو وبيبقى منتظر وما بعملش فيديو. انا بقالي كتير فعلا. اخيرا 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 هعمل فيديو مفضلاتي بتاعت سنه 2022. الحاجات كلها اللي جربتها على قد كده، ما لحقت الم الحاجات يعني. الحاجات اللي جربتها واستخدمتها في 2022 وحبيتها قوي قوي قوي. انا هقول لكم على الحاجات المميزه بس عشان ما يطولش الفيديو. الحاجات اللي ايه يعني كده فرقت معايا. فلو انتم مهتمين وحابين تشوفوا ايه الحاجات دي keep on watching. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا لي فولو على الانستجرام، عشان الحاجات دي كلها اول ما بجيبها بعمل لها ريفيو سريع على الانستجرام وحلو جدا يعني، هتتبسطوا معانا. ف يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب اولا ممكن نشوف بتاع الامور ده. الامور حلو قوي قوي ده. جايباه من شي ان، لسه هعمل الفيديو بتاعت حاجه شي ان. بصوا الكواليتي بتاعته جميل جدا وبيدفي وناعم قوي. حلو قوي. واهم حاجه ان لونه اصفر، بحب اللون الاصفر. يعني الكاميرا لازقه في وشي، ثواني كده اظبطها. طيب يلا نبدا. اول حاجه انا هبدا معاكم بحاجه الميك اب. هبدا معاكم بالميك اب الاول علشان هو في حاجات كتير قوي. انا جربت حاجات كتير السنه دي بجد، كتير جدا 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 يعني. يعني حاجات كتير قوي جربتها في الميك اب، في الروج، في الفاونديشن، في الكونسيلر، في الماسكارا. فانا هقول لكم الحاجات بجد اللي من الاخر اللي حبيتها قوي واللي انبهرت بيها. وانا غالبا ما بنبهرش بحاجه اصلا قوي يعني، فلما حاجه بجد بتعجبني بتكلم عنها. فيعني خدوا تراست كده ان الحاجه دي بجد حلوه. طب دي كل الحاجات اللي معانا اللي هتكلم معاكم فيها. طبعا فيها ميك اب على بشره، على شعر وكده يعني. فاول حاجه اول حاجه عجبتني جدا في الميك اب الفاونديشن ده. الفاونديشن ده تحفه، تحفه بيرفكتو زي ما بيقولوا. الفاونديشن ده بتاع لوريال اللي هو انفيلبل، الاصدار الجديد بتاعه. انا لسه جايباه قريب يعني، كنت جايباه في الخصومات اصلا. الدرجه بتاعتي فيه 130 ترو بيج. هو فيه فيتامين سي. اول ما جبته حسيته بيغير كده، حسيته مش قوي. بعد كده استخدمته رطبت كويس، استخدمته بالبيوتي بلندر، استخدمته انا اصلا اللي حاطاه. بصوا جميل، تحفه، ناعم جدا جدا جدا. الميك اب طبعا ده الكاميرا العاديه، مش فيش اي فلاتر. الميك اب عاجبني اصلا قوي. قولوا لي رايكم فيه، مصورتوش؟ لو عايزينه قولوا لي اصور لكم فيديو زيه. بس فهو ناعم جدا على البشره وحلو قوي، وكمان فيه فيتامين سي وفي عامل حمايه من الشمس. فالفيتامين سي اللي فيه يدي نضارة كده. فهو مش بس فاونديشن، لا هو فيه عامل حماية 25 وويز فيتامين سي. معلش انا مخنفة شوية. فحلو قوي قوي، جميل بجد. هاتوه. تاني حاجة انا عايزة اتكلم عنها برضو، ده حبيب قلبي من جوه. ده انا بعشقه، ده روحي، ده خطير. ده انا مهما اقول فيه معلش على الافواره، بس بجد بجد حلو قوي قوي. الفارماسيرز اللي هو السان سكرين بتاع فارماسيرز. حلو قوي 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 بجد، من هنا لاخر الدنيا. اول مره في حياتي بجد اشوف سان سكرين فيه تنت. واولا بيقعد كتير جدا، ثانيا ان هو بيحمي من الشمس فعلا، ثالثا ان هو انت لو هتجيبي فاونديشن فول كفرج مش هيبقى زيه. بجد فول كفرج يعني انا بحطه بحس ان انا يعني لو جبت فاونديشن اعلى فاونديشن في الدنيا فول كفرج مش هيبقى زيه كده. بيبقى حلو قوي، وفي نفس الوقت مع انه فول كفرج بيبقى ناعم جدا على البشره، كانك مش حاطه حاجه، كأن ده بشرتك طبيعيه وكأنها جميله كده اصلا. فحلو قوي قوي. الدرجه بتاعتي فيه 01، عامل حمايه من الشمس 50، هو كان ب 300. حلو قوي. عايزه اقول لكم ان هو قاعد معايا طول الصيف ولسه بحطه دلوقتي برضو. فجميل جدا جدا يعني مهدور حقه. بس هو بجد بجد بيرفكت، مفيش كلام عليه. تاني حاجة عايزة اتكلم عنها الكونسيلرز اللي انا جربتها. انا اتنين حبيتهم جدا جدا.
هو بتاع ميبلين فيتني اللي هو درجتي فيه 15 او 20، واللي هو لاجيرل تحفه. الاتنين سعرهم مش بيعدي ال100 جنيه، 100 ممكن و20 115، علشان بس دلوقتي الدولار غلي وكده، فحلوين جدا جدا. ناعم جدا على البشره. انا حطاه برضو لو عايزه منه تغطيه عاليه بتسيبيه حبه لما يتقل على بتاخدي منه. هو ميديوم كفرج، تمام، ده بتاخدي منه ميديوم كفرج اوكي، بس ممكن تسيبيه شويه يديكي ايه كفرج عاليه. ما هو لو مش البياع يبقى النجار، ما ينفعش اتكلم. التاني اللي هو لاجيرل اللي تغطيته عاليه جدا جدا، وعلى سعره برضو بيقعد كتير جدا، فحبيته الاتنين، واحد تغطيه عاليه وواحد تغطيه خفيفه، الاتنين حلوين جدا، على عكس لوريال محبيتوش خالص. اكتر قلم حواجب طبعا حبيته بتاع شي ان، بصراحه شابوه، بصراحه حلو قوي. اللي هو ناحيه كده، الناحيه بتطلع كده وناحيه بيبقى اللي هو ده. طبعا مش بعرف استخدمه قوي، انا بميل للبودر اكتر، يعني بحب البودر اكتر، بس هو حلو قوي، حلو قوي فعلا فعلا، وزي الكلام اللي بيتقال عليه. طيب تاني حاجه بالنسبه للعين، الماسكارات اسنس، جربت كتير وجربت حاجات كتير بجد، بس اسنس لاش برنسيس الخضرا ديت تحفه بجد، تحفه. بصوا انا حطاها تحفه. انا ما بحبش احط رموش، هي بقى مش بتخليني اصلا عايزه احط رموش ليه؟ يعني احط ليه رموش؟ بجد جميله جدا جدا جدا، وسعرها حلو قوي، من الحاجات دراج ستور الحلوه قوي. ده ماشي، احلى تنت ممكن تجربوه في حياتكم. طبعا في الدراج ستور في اللي هو احطه لكم، اللي هو بتاع ريا لا بتاع ايه، هحطه لكم يعني، او هكتب لكم اسمه يعني، بس ده بتاع اماندا، الدرجه دي 05، تحفه 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 كتير، تحفه كده خطير كتير بجد، حلو قوي. يعني انا جبت تنتات كتير وجربت حاجات كتير قوي، منها بتاع شجلام ثابت، بيدي لون حلو قوي، البيجمنت بتاعه حلو قوي، يعني بينطق، بيبقى باين ان انت حاطه، يعني انا بحب الحاجه اللي تبان ناتشرال، وفي نفس الوقت تبان ان انا حاطه حاجه، انا مش اللي هو حاطه كده وخلاص. ده بقى كده تحفه بجد، من احلى الحاجات اللي ممكن، وبيقعد كتير جدا جدا. بصوا بقاله كتير جدا، بستخدمه كل يوم يوميا تقريبا يعني، حلو قوي 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 قوي. اللي هو بتاع النوت حلو جدا، بصوا كبير ازاي، بيقعد معايا كتير قوي، والدرجه بتاعته 20، الدرجه بتاعته حلوه قوي بجد. عشان اكون ثقه، او احلى روج تقريبا عجبني بتاع كيكو اللي هو ناحيتين، مش هقول لكم بتاع ميبلين، لان ميبلين مش عاجبني خالص خالص، هبقى اعمل ريفيو عنه. روج كيكو اللي هو الناحيتين ناعم جدا بجد، حلو قوي قوي، بيرطب الشفاف اصلا، ما بينشفهاش خالص، ثابت جدا جدا، فحلو قوي بجد، وقاعد معايا يعني كتير يعني. هو غالي بس بيقعد كتير. تاني روج حبيته بجد، انا زهقت بجد من البياعين، زهقت حرفيا، وصلت لحد هنا. تاني روج عجبني اللي هو بتاع ويت اند وايل، اللي هو بتاع موكا، بعيدا عن الدرجه، التكتشر بتاعه طري جدا على الشفايف، حلو جدا، اللون ده كمان حلو قوي، فالدرجه دي جميله جدا، وطري. اهم حاجه في الروج بجد بجد، لان انا بقعد اقشر في شفايفي كتير قوي وبتنشف جدا، اهم حاجه ان هو يبقى طري، فده عجبني. وكمان اللي هو بتاع ذا بالم، اللي هو الميني سايز اللي هي الارواج النود، بجد حلوه قوي قوي قوي، اصلا فيها نعناع كده، فتحسي ان هي ريحتها نعناع، بتحرق سنه، بس حلوه قوي، الواناته كلها نود، اللي هي تحبي تحطيها وتستخدميها. انا حاطه بينك عشان البينك مع الاصفر بيبقى حلو قوي. نيجي لحاجه البشره، مش هتكلم كتير عن حاجه البشره والشعر والجسم، بس انا كل اللي هقوله، انا جربت الحاجات الجديده اللي انا جربتها. اولا الغسول بتاع لوريال، اسيب لكم صورته هنا، الغسول اللي هو بتاع لوريال، اللي هو الجل، تحفه 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 حرفيا، تقريبا هو اللي ياخد جايزة غسول، احسن غسول بتاع 22. انا خلصته مرة وجبته تاني، قعدت ادور عليه لحد ما لقيته. عايزه اقول لكم ان هو بجد حلو قوي للحبوب. ليه بقى؟ لانه بيخلي الحبوب لو هتظهر، يعني لو انا عندي حبايه تحت الجلد هتطلع، وانا بيطلع لي حبوب كتير جدا، فانا لو كلت تقريبا اي حاجه كده مش بتطلع لي حبايه، فهو بيخلي لو حبايه تحت الجلد بجد ما تطلعش اصلا لبره، فهو حلو قوي قوي. في سلسليك اسيد، السلسليك اسيد ده بيقشر بنسبه بسيطه يعني،
والاحلى من كده ان هو كمان بيرطب. يعني انا ما بحبش الغسول يشد بشرتي وبس، لا هو بيرطب كمان البشره. طيب من الحاجات اللي انا جربتها وعلقت معايا، طبعا في السيرمز انا طبعا بحب الهيالورونيك اسيد جدا، ما بحبش فيتامين سي. فيتامين سي بيطلع لي حبوب، بشرتي بتحب الهيالورونيك اسيد ما بتحبش فيتامين سي. فالمهم ان احنا نعرف بشرتنا بتحب ايه او بتمشي مع ايه. الهيالورونيك اسيد بتاع لوريال طبعا انا بعشقه بصراحه وجميل جدا، وعندي واحد منه وخلصت منه كذا واحد. هو بينفخ البشره بجد كده وبيديها، بيملى الفراغات، بيخليها كانها طريه عامله زي المارشميلو كده، فحلو قوي وبيرطبها. بس اللي انا بقى جربته وبجد اتصدمت بيه ولقيته حلو قوي لان كتير بيتكلموا عنه، السيرم بتاع اليزافيكا. السيرم ده يعني انا بحب لوريال اوكي، بس السيرم ده ابهرني بصراحه، حلو قوي قوي قوي. يعني بيرطب البشره بزياده ولزج كده، فبيبقى بيقعد في البشره اكتر، وبحس ان هو البشره يعني عارفين لما تحسوا ان في اتنين بينهم اندماج قوي وكيمياء كده، فتحس ان وانتوا بتحطيه وانا بحطه على بشرتي بحس انه في اندماج، ان البشره كده حبته خدته كده وتغلغلت فيه ورطبت ونعمت وخلت البشره طريه. بحس ان لا، بحسه جميل. فعجبني جدا جدا الزيفيكا ده الكوري، حلو قوي. من الحاجات اللي تاني حاجه هيالورونيك اسيد برضو عجبني قوي، اللي هو الكولاجين، وفيها هيالورونيك اسيد اللي هو من فارمستي اللي هو ده تحفه، خطير، عظيم عظيم، ده عظيم. شايفين كميته قد ايه؟ كبير جدا جدا. بستخدمه كل يوم تقريبا، بس بستخدمه قبل الميك اب. عايزه اقول لكم انه بيخلي الميك اب، بيخلي بشرتك سيراميك. عارفين السيراميك؟ هو بيخلي البشره سيراميك، بتزحلق كده، بيخليها بتزحلق بجد. اولا بيفيد البشره جدا جدا قبل الميك اب، ثانيا بينعمها جدا وبيخليها بجد سيراميك. يعني عارفه حته سيراميك بتحطي عليها بقى كل حاجه كده بتلاقيها سيراميك كده، جميل قوي. وفرق جدا جدا معايا من فارمستي، وكان مش غالي جدا، كان 220 تقريبا، وكميته كبيره قوي وبقاله كتير جدا معايا. اللي عجبتني للبشره تقريبا اللي هو الماسك من لوريال بالهيالورونيك اسيد اولا انا بستخدمه على مرتين لانه كتير، ثانيا فعلا بيرطب البشره وبيخليها بلامبد كده، بلامبد يعني بينفخها وبيخليها طريه. بجد انا بعشق الهيالورونيك اسيد يا جماعه، بحبه جدا. الهيالورونيك اسيد ده اختراع، فده حلو قوي. ماشي، بيخلي البشره تترطب فتره اطول. انا مش اكتف قوي في الشيت ماسك، لان الشيت ماسك اصلا يعني بحس ان هو عادي، مش يعني ايه، ممكن استخدمه لمناسبه بس، لكن ده بيقعد جدا، بيقعد مع البشره يعني بيرطبها فتره طويله. كريم العين من ايفا حلو قوي برضو، بتاع لوريال، اسيب لكم صورته هنا. الاتنين دول اكتر اتنين حبيتهم واستخدمتهم، وسعرهم حلو يعني مش غاليين خالص، 100 جنيه تقريبا. انا اتصدمت السنه ديت بشامبو جديد اتعرفت عليه، وشكرا ان انا اتعرفت عليه، انبهرت بيه جدا. انا اولا ماليش في الحاجات الهندي قوي، هو بعدين بقى مع البياعين يعني، وبعدين يعني انا اصلا خارجه وعايزه انجز وده يعني، فانا ماليش في الحاجات الهندي قوي. بس بجد يعني لقيت شكر كتير عليه، ولقيت ناس كتير بتتكلم عنه، فقلت اجربه. جبت الحجم الصغير اللي هو الشامبو والبلسم. اولا الشامبو تحفه، بينعم الشعر قوي. ثانيا البلسم بجد ريحته تجنن بجد. انا بحب الروايح جدا، يعني على عكس ناس كتيره مش بتحب الروايح في الحاجات دي، انا لا بحب الروايح، بحب الحاجات اللي ريحتها حلوه، بحب الريحه الحلوه اصلا. انا يعني بحب البرفيوم جدا، فانا مخنفه بطريقه غبيه. فخلصوا مني، جبت الحجم الكبير منهم، كيش كينج. الشامبو والبلسم بتاع كيش كينج يا جماعه خطير 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 بجد، حبيته جدا. تقريبا اللي هو مش عارفه هو بايه، يعني هو اللون ده بالالوفيرا تقريبا. الشامبو جبت الحجم الكبير منه، بجد حلو قوي قوي قوي، حلو للشعر جدا، بينظف وبيطري الشعر. ثانيا البلسم ريحته جميله وبيطر الشعر جدا، سوري، وريحته جميله جدا. يعني انا بحب الحاجه اللي ريحتها حلوه، بيسيب ريحته بتفضل في الشعر جدا، فعجبني قوي 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 بصراحه. هاتوه. معايا برضو اللي هو الانيكتو بتاع بالكوكونات للشعر، كريم قاعد معايا بقاله كتير جدا، بستخدمه على اطراف الشعر بس، حلو قوي ب100 جنيه مش غالي، فبيخلي ريحه الشعر. بصوا طول ما انتوا قاعدين، هو بجوز هند وبيقلب بحاجات تانية. طيب يا جماعه والبياعين تقريبا مستقصديني النهارده، فسوري ثواني. بالنسبه لحاجه الجسم، الكريم
منفذلين. حلو قوي للضوافر بجد يعني، بصوا حلو قوي قوي، بيرطب بينعم، حلو. بالنسبه بقى للجسم انا ما لقيتش افضل من المرطب بتاع باس اند بادي وركس اللي هو اللوشن بتاعهم ودارك كيس ده. بصوا انا مخلصاه، اللوشن ده عظيم خطير، ريحه جميله، بيرطب، بيقعد فتره كبيره، البشره اللي بتشربه بسرعه جدا، حلو قوي. نيجي بقى لحبيب قلبي اللي اختراع وختمه مسك فعلا، اللي انا اصلا انبهرت بيه انبهار فظيع يا جماعه. انا اللي اعرفه ان السكراب بيعمل سكراب وخلاص، يعني عادي بيطري، يعني لازم اللي هو بتحطي مرطب وريحته عادي دوت يا قلبي. ده يجنن خطير. انا معلش سامحوني بس بجد مش قادره، تحفه، ريحته فظيعه. سكراب بس لا سكراب فلاكاوي اللي هو من سوب اند جلوري. انا هجيب الحجم الكبير ان شاء الله. بصوا يا نهار اسوح، يا نهاري، ريحته فظيعه. انا اول مره اشوف سكراب يعني بيرطب، بيفضل مرطب بعد الشاور. ايدي مترطبه، ايدي ناعمه بتزحلق كأن انا حاطه عليها كريم وانا مش حاطه حاجه، هو السكراب بس. الريحه قاعده في ايدي فتره طويله بعد الشاور، فالسكراب ما بيعملش كده. السكراب ده فظيع بجد، ده اختراع يعني. ده هاتوه ما تجيبوش غيره اساسا، ابهرني بجد. بس كده، ده كان كل حاجه عايزه اقولها لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو جربتوا حاجه من الحاجات دي ممكن تسيبوها لي في الديسكريبشن بوكس وقولوا لي رايكم ايه، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. ولايك عشان الفيديو يوصل لناس كتيره قوي، وتدعموني عشان انا بتعب جدا عشان اجيب الحاجات دي واجربها واقول لكم رايي فيها وكده. ف خدوا جوله في القناه كده، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام. اسيب لكم الصفحه بتاعتي هنا، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.